يا عالحياة واخدانا في اتجاه تجري بينا السنين لحياة الفضائيين. نت يا ناس شقلب لي كياني خلاني بقيت انا مش وحداني دلوقتي قدرت بجد شات والسيلفي رفع لي الكومنتات. انا مهما حكيت ازاي مبسوط لابتوب وتابلت شاب كيوت موبايلي خلاص قرب مسافات جي بي اس خرجني من المتاهات. انا كل حياتي بقيت ريتويت بعمل علاقات واي فاي في البيت عالبوست نشير كام ريكلام من فيلم الغن ولا احلى كلام بدل التليفون بقى فيه اتنين كفايه عليا اشيل خطين من واتس الفايبر حتى سكاي بتكلم فيديو جواب باي 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 وبقينا في عالم مش عالم فيه لينا مكان عايشين الدنيا وربنا عالم عايشينها ازاي. يا عالحياة واخدانا في اتجاه تجري بينا السنين لحياة الفضائيين. في زراير عندك؟ يا جماعة لا تكون الشاشة ورا، تعالوا كده. لا الشاشة في مكانها الطبيعي. ما هو بالشكل ده لو الصورة ما جاتش مش هنشوف أي فيلم. انا مش عارفه ده كانوا هيقولوا ايه النهارده، بس انت متاكد ان هم هيذيعوا فيلم الجزيره 2؟ يا بنتي مصر كلها اصلا بتظبط التلفزيونات عشان خاطر الفيلم ده وعشان خاطر ماتش الدوري الانجليزي. إيه؟ إيه الدوري الإنجليزي؟ لا الصورة لازم ترجع، الصورة لازم ترجع. عباس الضو بيقول لا، عباس الضو بيقول لا. على فكره احنا هنتفرج على الفيلم مش الماتش. لا أنا بالشكل ده أنا ممكن آخدك سوبليكس من بتوع تريبل اتش اللي هو بيعمل كده فيهم دول. ما اعرفهاش كده فيهم دول. يا جماعه اهدوا بس، احنا عايزين نطلع الصوره وبعد كده ربنا يسهلها. عارفين مين ممكن يطلع لنا الصوره؟ مين يا نينا؟ عيشه، هي الوحيده الخبيره في التلفزيونات الارضي. أيوه بس عيشة لو عرفت إن إحنا عايزين نتفرج على فيلم أو ماتش دي ممكن تقلبه حوض سمك وتقعد تصطاد. بس عيشه لو عرفت النهارده هيذاع مسلسل تركي هتقلب سوبرمان وهتطلع لنا الصوره. طب قومي وعلي صوتك وانتي بتقولي. عارف يا واد يا ميزو ان النهارده هيذاع مسلسل حريم السلطان؟ إيه ده النهارده يا حريم السلطان؟ يا مع الفيلم. ايه اللي انا سمعته ده؟ يا ماما ايه ده انت ما سمعتيش على الموضوع ده؟ ده النهارده يوم حافل بالحاجات التركي. مهند وحريم السلطان وتامر وشوقية وشخان جايه تعمل لقاء. يوم تركي يوم تركي. بس هي المشكله الوحيده ان التلفزيون ده مش راضي يطلع صوره. ما هو بالطريقه اللي انتوا عاملينها دي مش هيطلع لكم غير لسانه. واضح ان موسم القرش بدا. ليه يا طنط هيطلع لنا لسانه؟ عشان في حاجه مهمه قوي انتوا ناسيينها. ايه هي؟ فين الاريال؟ اريال ايه بس يا ماما؟ بنقول لك صوره مش عايزين نطلع بقعه. يا بنتي يا هبله، الاريال ده هو السلك المبطط اللي كان المتر منه بنص ريال. نص ريال؟ رقم كبير بقى النص ريال ده، صح يعني حاجه. المهم هنجيب الاريال المبطط ده منين؟ السلك هو اللي مبطل يا فاتحه مش الاريال. ايوه يعني الحاجات دي يا ماما نجيبها منين؟ الحاجات دي تركض حيث يركض المرحوم ابوكم. الله يرحمه. ابويا. عارفين مين ممكن يجيب لنا الحاجات دي؟ مين؟ الواد تيفا. يا تيفا. بذمتك يا مرمر ما وحشكش الدوري الانجليزي؟ ياه، ايه اللي جاب السيره دي دلوقتي؟ يا اخي ده الحاجه الوحيده اللي كنت اهرب من شغلي عشانها هي الدوري الانجليزي. ولا دوري ابطال اوروبا؟ يا جدع ده كفايه البنات اللي بتبقى في المدرجات، ده لو في ماتش وحش هما بيحلوه. لا كفايه وحياه ابوك، انا مش ناقص. ده انت كده خلي بالك مش بتدوس على الجرح، ده انت بتتنطط فوقيه. هو ايه اللي جاب الموضوع ده دلوقتي؟ بص يا مروان، ايه؟ في حاجه مهمه لازم تعرفها. اللي مرضاش بالخوخ
يرضى بشرابه. يا اخي يرضى بشرابه وبجزمته كمان، ايه الموضوع؟ يعني انت لو في الغربه مثلا وقابلت واحد دمه تقيل على قلبك، ممكن تقعد تتمحلس له عشان تاخد وتدي معاه في الكلام. هو انت لو ما نطقتش دلوقتي وقلت ايه الموضوع انا همشيك، انا مصدع ومش ناقص. اهدى بس وانا هفهمك على كل حاجه. ارغي. التلفزيون. رجع. لا طبعا انا اقصد التلفزيون الارضي. كلنا عارفين ان التلفزيون الارضي شغال ومحدش بيتفرج عليه. انت مالك في ايه؟ تعرف انا شايف الفكره منخششه في نافوخك بس مش عارفه طريق لسانك. ما هي عشان ما جاتش على لساني قبل كده تلاقيها تايهه. انت اتجننت يا عمرو؟ انت عايزني انا اتفرج على التلفزيون الارضي؟ يعني عايزنا نقتل وحش الفراغ الممل اللي بلعنا جوه احشائه ده؟ ازاي نعمل ايه؟ بص يا ابني، انا هنقل لك خبرتي. سيبني اقول لك خبرتي بقى. قول يا جدو. في يوم من الايام كنت قاعد زهقان قوي يا عمر. قلت بس ما تقعد يا تتفرج على قنوات الارض اللي بيتفرجوا عليها دي. بس فتحت التلفزيون لقيتهم بيعرضوا مفاجاه قريبا، والاعلانات زادت والاقتصاد بتاع التلفزيون انتعش. حلو. شويه وطلع واحد مسؤول واكد المفاجاه وقال لك ان المفاجاه دي هتكون فيلم عربي يعرض لاول مره. حلو قوي الكلام ده. فيلم ايه؟ عمر وسلمى؟ يا ريت. عمر وسلمى الجزء الثاني؟ يا ريت. امال ايه؟ سلفني 3 جنيه عشان تقول لي؟ يا ابني اسم الفيلم كده. سلفني 3 جنيه. ده بتاع مين؟ علي القصار. مفيش مبطبط يا عم، لفت لك مصر كلها عليه ورحت والله العظيم، رحت العتبة ومعهد العليل اللاسلكي وشارع عبد العزيز وبلاد تشيلني وبلاد تحطني. يحط عليك يا شيخ، كل ده عشان لفة سلك؟ انت هتذلنا. ما انت عارفاه يا طنط، لازم يحسسنا ان هو جايب الدين من ديله. طب والله يا عشعش لو طلبت تطلع القمر لا اطلع. حبيبي يا تيفا، بنجيب لكم 2 جوافه وشجره ليمون ومصنع شاليمو. ميزو، مامتك بتتعكس وانت واقف يا ميزو. لا مش انا اللي مامتي تتعاكس ابدا. هات يا تيفا السلك ده، خلينا نشوف بقى صورة للتلفزيون ده، ان شاء الله صورة 6 في 9. خد يا ماما السلك ده، هو اي نعم مش مطبطب بس والنبي اهو اعمل لنا الصوره بقى عشان خاطري. والنبي يا طنط طلع لنا صورة يا عيشة. والنبي يا ماما، والنبي يا طنط. خلاص تعبتوا عليا. ادخل يا واد يا ميزو، هات طبقين ألمونيا من المطبخ. ألمونيا ليه يا ماما؟ ماله التيفال؟ ما هو عشان اعمل الاريال لازم السلك. طب والطبقين؟ انت عازمة الاريال على العشاء يا عشعش؟ لا يا خفيف، ده عشان اعمل بيهم الاريال والسلك. الله، هتعملي اريال بطبقين؟ طب ما تخشي تجيب لها حلة يمكن تعمل لنا دش. لا انت احسن تجيب لي سكينه عشان اذبحكم واعمل لكم فيلم رعب. بقول لكم ايه، هتجيبوا الطبقين ولا اسيبكم تولعوا؟ لا هو بالشكل ده يا ماما انا اخش اجيب الطبقين وهخفي السكاكين. شوف اخرتها معاك ايه. تعالى انت هتاخد تطعيم. خش. يا عمرو انا بصراحه مش مطمن بالجو اللي انت عامله ده وحاسس انك بتصورني. ليه بس؟ وهتطلع في الاخر كده عامل مقلب ويطلع رامز جلال يقول لي نذيع ولا ما نذيعش. وناوي تذيع ولا لا؟ يعني انت عامل فيا مقلب. طب عديني بقى. يا ميرو استنى، مقلب اللي هعمله فيك وهذيعه فين المقلب ده؟ ده مفيش فضائيات اصلا. هتذيعه على القناه الاولى ولا الثانيه؟ لا اطمن، الزميل ابراهيم نصر بيعمل الكاميرا الخفيه هناك. يعني يا عمرو انت متاكد الماتش هيتذاع؟ عيب يا ميرو، انا اقول لك اي كلام ولا ايه؟ ده الشارع كله ملوش سيره غير الموضوع ده. الشارع؟ اهو انا بقى ما بتشائمش غير من كلام الشارع ده. الله الله الله، ايه يا عم الشغل الجامد ده وبرازيل وبتاع؟ انتوا جيتوا تتفرجوا على الماتش بقى ها؟ ايه يا بندق الدخله دي؟ ايه يا عم نعمل يعني زي ايام زمان وبتاع؟ انت شايف يا عم دلوقتي لا في مطوشه ولا حاجه، كان زمان بقى في تبس وكده، دلوقتي لا في لا ماتش ولا نيله ولا في بقى فضائيه ولا في اي حاجه ولا نت حتى. يعني الدنيا خربانه خالص بصراحه. بندق انت قفلتني على فكره، من الاخر الماتش جاي ولا لا؟ متنيل جاي. متنيل جاي؟ طب والتلفزيون متنيل مظبوط؟ طب انا كنت بتنيل اظبط الاريال. اريال؟ طب اتنيلوا انتوا الاثنين بقى منكم لله. الاريال. اريال ايه؟ تعرف؟ استني عيشة عشان الصدمة. ها؟ انت متأكدة ان احنا بالشكل ده هنشوف احمد السقا مش هنشوف الشيف عديلة الاكيلة بتاعتك؟ الله يرحم ايام الشيفات. احمد السقا؟
ايه؟ انتوا مش قلتوا انهم هيذيعوا حريم السلطان النهارده؟ هم هيذيعوا حريم السلطان. بس احمد السقا اللي هيدبلج. ايوه صح. المهم خاتون هانم جايه؟ ايوه خاتون هانم جايه في الطريق، جايه على طول. وكمان هند صبري هي اللي هتدبلج. ده حتى المخرج هيدبلجه شريف عرفة. ايه ده؟ هو المخرج ليه دوبلاج؟ طبعا يا اشوش. مش بره يا طنط بيكتبوا اسم المخرج بالتركي وبعد كده بالعربي. هم بقى هيكتبوا اسمه بالتركي وبالعربي هيكتبوا شريف عرفة. بص ادخل انت بقى كده، امسك الاريا اللي ميزو. ايوه. وانت ادخل حط ده مكانه ورا التلفزيون، بس افصل الريسيفر. ده استعباد ده والله، استعباد. معقولة كده؟ يمين شويه يا تيفا. لا فوق. يمين يا ابني. تحت. لا مش تحت قوي كده. شمال. لا حركوا كده يا تيفا. سيكا يمين. لا شمال. الاول. لا اللي قبل دي على طول. لا استنى. لسه بيظبط اهو. لا يا دي اثبت شويه. مش قوي كده. لا يا ابني شمال. لا انت كنت ظابط بس اثبت انت هو على كده. أعزائي المشاهدين، والآن حان موعد الفيلم العربي اللي كلكم مستنينه واللي بيتذاع معانا حصري، فيلم أفواه وأرانب بطولة الفنانة فاتن حمامة. ده حزن والله يا حزن. الصورة كده جت. لسه. طب كده. ايوه برضه ايوه. راحت. طب اقول لكم ايه، استنى عليا شوية بقى. بقول لك يا ميرو انا مش عايزك تقلق، دي كده اول الغيث. عبد الله غيث؟ ايه انت قلت ايه؟ اسمها بداية الغيث. وبعدين عمرو انا ماليش دعوه انا بالفضائيات والكلام ده، انا راجل بتاع شبكات وانترنت وكده، شغلي يعني. الا ميرو صحيح بمناسبه شغلك، زمايلك اللي كانوا معاك في الشغل بيعملوا ايه دلوقتي؟ نشاطهم ايه؟ والله يا عمرو حالهم احسن من حالي 100 مره. امبارح قابلت واحد منهم ماشي كده في وسط البلد عامل مشروع ايه؟ اللهم صل على النبي، عربيه حمص شام وماشيه معاه فله. اللهم صل على حمص الشام. والله. وواحد تاني اللي كان قاعد في المكتب اللي جنبي امبارح قابلته برضه بعد الظهر بقى، قابلته في مصر الجديده في ميدان روكسي، بياع مناديل كده حاجه قبها. اللهم صل على النبي. المدير بقى كبير الليله كلها. ايوه. ممكن تلاقيه في عنبر العقلاء في العباسيه. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك يا ميرو احمد ربنا، مش كده احسن برضه ما كنت تتجنن زيه؟ الحمد لله. الحمد لله. وبعدين انا لو كنت اتجننت كان زماني عقلت بدل ما انا هتجنن كده. ايه؟ لو كنت اتجننت كان احسن ما كنت عقلت عشان بقول لك يا ميرو انا صاحبك، ما تقولش الكلام ده قدام حد، انا ساتر وغطى عليك. ايوه بس كده اثبت على كده بندق. أعزائي المشاهدين، ودلوقتي ميعاد الماتش المسجل ما بين إنبي وحرس الحدود.